لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية وصل المنتخب المغربي إلى دور الربع النهائي من بطولة كأس العالم بعدما اتسمت إذن هذه المباراة بأداء جيد للاعبين وبضربات الترجيح في هذه المباراة التي جمعته إذن مع المنتخب الإسباني وانتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي ليفوز بعد ذلك في ركلات الترجيح. هنا في الاستوديو معي الزميل والصحفي الرياضي في تلفزيون الشرق يوسف الشافعي. يوسف مساء الخير، أهلا بك معنا. بداية ألف مبروك. مبروك علينا جميعا. مبروك لك لي ولكل المغاربة ولكل العرب، يعني هذا إنجاز تاريخي. صحيح. يعني كان متوقعا ربما، ولكن فوز المغرب وتأهل أول منتخب عربي يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم، يعني ماذا تقول في هذا اليوم؟ المستحيل ليس مغربيا خديجة. هذا هو عنوان السهرة بصراحة. يعني قبل بداية البطولة تنبأنا أو استبشرنا خيرا بوصول المدرب وليد ركراكي للإشراف على تدريب المنتخب المغربي. يعني جاء قبل 3 أشهر من هذه البطولة وكان الرجل المناسب في المكان المناسب. حتى تصريحاته قبل هذه البطولة كان يقول نحن لم نأتي إلى كأس العالم من أجل لعب 3 مباريات والذهاب، يعني نهاية الدور الأول ونذهب. يعني هذا الرجل رسم أحلام وردية للشعب المغربي، للجمهور العربي، للجمهور الأفريقي. قدم يعني تخوننا الكلمات للتعبير عن ما يخالجنا اليوم. لكن سقف الطموح أصبح أعلى. صحيح، سقف الطموح كأس العالم مرة واحدة. سقف الطموح أصبح كبيرا وكبيرا جدا. لما لا نحلم؟ يعني لم نكن نحلم قبل أن نصل إلى ربع نهائي كأس العالم. اليوم الجميع يخاف منا، حتى تصريحات اللاعبين يعني بعد نهاية المباراة قالوا أثبتنا للعالم أنه لا يوجد منتخب أفضل منا. يعني اليوم المنتخب الإسباني المنتخب المغربي أقصى إسبانيا، وما أدراك ما إسبانيا. في الدور الأول تفوق على بلجيكا وأقصاها، يعني نافس أمام كرواتيا. أعتقد أن المنتخب المغربي لا ينقصه شيء، لاعبو المنتخب المغربي لا ينقصهم شيء للمنافسة على هذه البطولة والذهاب فيها بعيدا خديجة. أعتقد أن من حق الشعب المغربي ومن حق لاعبي المنتخب المغربي أن يحلموا، وأعتقد أنه المنتخب المغربي أصبح بمثابة خصم صعب وصعب جدا على كل منتخبات كأس العالم اليوم خديجة. يعني بعد مباراة اليوم يعني من سيواجه المنتخب المغربي؟ هو حسب المتوقع الفائز بينهم في مباراة البرتغال وسويسرا. الوقت الحالي يشير إلى أن المنتخب البرتغالي يتقدم. أعتقد أن المنتخب المغربي على موعد مع انتقام من هذه المنتخبات، لأنه في الدورة 2018 كان المنتخب المغربي قد أقصي بطريقة يعني غريبة نوعا ما، لأنه تدخل فيها التحكيم وكذا وأمور أخرى. كان قد أقصي أمام إسبانيا وكذلك أمام البرتغال. اليوم أعتقد أن المنتخب المغربي ينتظر مثل هذه المواجهات، ينتظر مثل هذه المباريات بقوة. المنتخب المغربي مثل ما أسلفت الذكر خديجة، أعتقد أنه على موعد تاريخي. يعني هو دخل التاريخ ولا ينتظر منه أي أحد أي شيء أكبر من هذا الذي حققه، ولكن أعتقد أن المنتخب المغربي رقم صعب في معادلة كأس العالم اليوم، فلننتظر بقوة المنتخب المغربي وما سيقدمه في هذه البطولة خديجة. أداء اللاعبين في هذه المباراة، يعني مباراة كان الأداء يعني قوي جيد، وكان ربما لا يقل أو أحسن حتى ربما من الفريق الإسباني. يعني كانت كل الأنظار تتجه إلى أن المباراة ستكون مباراة ربما قوية. الحظوظ يعني حتى الزملاء أو المتابعين أو في مواقع التواصل الاجتماعي كانت الأنظار تتجه إلى أن ربما الحظ كان سيكون من نصيب إسبانيا. المغرب نجح يعني وفاز. يعني هل هذا يعود إلى اللاعبين أدائهم لأنهم محترفين في أندية، إلى المدرب يعني تقنيا كيف ذلك؟ أداء المنتخب المغربي اليوم كان يعني مبهرا. يعني الالتزام التكتيكي الذي شاهدناه من اللاعبين في طيلة دقائق المباراة كان رائعا بشدة. يعني شاهدنا التزاما تكتيكيا، شاهدنا اندفاعا بدنيا، شاهدنا لاعبون يجارون لاعبين على مستوى عالي. يعني المنتخب الإسباني يضم خيرة لاعبي العالم، لكن أعتقد أن المنتخب المغربي اليوم أبان على أنه أقوى وأقوى من هذه المنتخبات التي يواجهها. يعني شاهدنا يعني لا يجب أن نحصر اسمه واسمين لأن كل اللاعبين كانوا في المستوى الكبير. كما أن لا يجب أن ننسى ما قدمه وليد الركراكي للمنتخب المغربي. كان إشارة بسيطة يعني صرح بها بلال الخنوس لاعب المنتخب المغربي بعد نهاية المباراة، قال أن وليد الركراكي قبل المباراة قام بعرض فيديو لمنتخب المغرب سنة 1986، المنتخب الوحيد الذي تأهل إلى الدور الثاني. هو فقط من عمل على شحذ همم هؤلاء اللاعبين. شاهدنا في الحقيقة أسود الأطلس، شاهدنا أسودا فوق أرض الملعب، شاهدنا لاعبين من مستوى عالي، شاهدنا أن المنتخب المغربي جار بقوة المنتخب الإسباني. كما أن تصريحات لويس إنريكي بعد نهاية المباراة أثنى على المنتخب المغربي وأثنى على مجموعة من اللاعبين، خاصة عز الدين أناحي الذي قال بالحرف يا رباه لم أشاهد مثل هذا اللاعب من قبل. كما أنه قال في نهاية المباراة لو خيرت أن أغير لاعبا واحدا في الركلات الترجيحية فإني سأغير ياسين بونو، لأنه ياسين كنت سأسألك عنها. ربما هو نجم فقرة الركلات الترجيحية، لأنه تصدى لي فقط كرة واحدة التي دخلت إلى الشباك. أول لاعب عربي، أول حارس مرمى عربي يتصدى لركلتي جزاء في كأس العالم. ياسين بونو، نحن نعرف قيمة ياسين بونو خديجة. ياسين بونو من أحسن لاعب حراس المرمى على مستوى العالم. في الموسم الماضي فاز بجائزة سامورا كأحسن لاعب أو أحسن حارس مرمى في الدوري الإسباني، متفوقا على حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا. هو فقط يظهر ويبرهن للعالم أنه من أحسن الحراس في العالم، يبرهن للعالم أنه حتى لو كان مغربيا، يعني لأنه للأسف يعني لاحظت هذه النقطة، يعني حتى اللاعبين حتى أنه نعم نحن مغاربة، يعني المغرب يستطيع. لماذا هذه يعني هذا التركيز؟ نعم حتى الركراكي ربما في تصريحاته لما كان
يتحدث على اننا سنحلم بالوصول الى كاس العالم، سنفوز بكاس العالم، سيقال بان منتخب افريقي فاز. لماذا هذه النقطة في الرياضة يوسف؟ صحيح، لأنه للأسف عقلية الرياضيين على المستوى العربي وكذلك على المستوى الإفريقي لا تسمح لهم بالحلم أكبر. أعتقد أن وليد الركراكي أزاح هذا الحاجز ومكن اللاعبين من الحلم بشكل أكبر، لأنه يقول لهم إذا لم تؤمنوا أنكم ستفوزون على إسبانيا، أو إذا لم تؤمنوا أنكم ستفوزون بكأس العالم فلن تفوزوا على إسبانيا. يجب أن نؤمن. أهم شيء في هذه النسخة من المنتخب أو هذا الجيل التاريخي للمنتخب المغربي هو الإيمان، لأنه لا يفرقهم أو لا ينقصهم شيء عن لاعبي المنتخب الإسباني. النية كما يقول الركراكي قالها بالحرف اليوم، درنا النية، وقال انه الشعب المغربي دار معنا النية، وانا اسعد رجل في العالم. اعتقد انه هو اسعد رجل في العالم بشكل مطلق، لانه اوصل المنتخب المغربي الى هذه النقطة. هو هو اصلا اول مدرب عربي صحيح للمنتخب، واول مدرب عربي يصل الى هذه المرحلة. اول مدرب عربي يصل الى هذه المرحلة، المنتخب المغربي اول منتخب عربي يصل الى هذه المرحلة، والقادم افضل خديجة. اعتقد انا اراهن على ان المنتخب المغربي سيذهب بعيدا في هذه البطولة، لانه الاحلام لا تموت، الاحلام نتمنى ذلك، يعني كأس العالم المغربي هذه السنة. يا ريت. شكرا لك يوسف الشافعي، زميل وصحفي رياضي في تلفزيون الشرق. شكرا لك.